السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عالمنا المتنوع. اليوم جبت لكم حميص، بنة العراس، الشاف تاع العراس، تريتور عطات لي السر تاع البنة وعطات لي كلش. قالت لي جيبي الحار نقيه من الداخل، قسميه اون دو، نقي كاني تلحي كاع الزريعة هذيك، وتحبي حار الحار كتر من طرشي كيما تحبي. انا واش عندي في الدار الجود في الموجود، عندي زوج حبات حار درت لكم. نتوما تحبوا ديروا العولة كبيرة، ديروا الحار كتر من الطرشي وديروا نفس الطريقة. هكذا انا وريت لكم الطريقه، وانتم على حساب واش راكم حابين. تحبوا حار بزاف ولا ماشي حار؟ جيبوا اشواغ ديروا الحار وتزيدوا الطرشي. اوكي، ديروه في الاشواغ وترحيوه. اوكي، والسر اللي باش ما يطلق لكمش الماء، كوما كي تمشوا الاشواغ كل طريقه حبسوا، كملوا حبسوا كملوا حبسوا هكذا. قالت لي باش ما يطلق لكمش الماء في اشواغ، يطلق لكم في المقله خير. أوكي هنايا فهمتوا. نجيبوا المقلة، جيبي زوج مغارف تاع زيت زيتون، هاكا باك يسخن شوية. حطي هذاك الطرشي والحار كيما قلت لكم. الحار كيما تحبوا نتوما، عندكم الحار بزاف ديروا الحار كتر من الطرشي. أنا وريت لكم الطريقة وانتوما على حساب واش راكم حابين، حار ولا حلو. أوكي، نخلوه يتقلى ابتي فو، نزيدلو شوية الملح هكذا. هي قالت لي ديري له شويه ملح من الاول، ديري له الملح. قالت لي ونقصي الفرن تحت المتوسط وخليه يتقلى، يتقلى لو ميم طو راهو يتقلى لو ميم طو راهو يطيب. وعلى بالكم كي يسخن الفلفل يطلق الماء، فهمتوني؟ هاوليك بعد ما سخن هذاك الطرشي والحار، شوفوا كيش طلق الماء. نعاودو نزيدو شويه فرنو فوق البتي فو، ونديرو له الغطاء نخلوه 10 دقايق هكداك، فهمتوني؟ وهاد الوصفة الطباخة الله يبارك حضرت عرس تاع لا كوزين تاعي، دخلت لعندها الكوزينة وعطات لي واسمو، قلت لها راني حابة نديرها في اليوتيوب. قالت لي نعطيلك السر اللي باش تجيك بنينة. هذه حميص اكسبريس. قالت لي رفدي زوج حبات رحيهم، وحبة قطعيها شرائح كيما راكم تشوفوا. قالت لي وزيدي 3 سنينات تاع الثوم سكرفجيهم وخليهم بتي فو، خليهم يطيبوا بعقلهم. قالت لي بعد ما تشوفي بدا يطيب، قالت لي روحي ديري التوابل. قالت لي ديري على راس مغرفه، راس الحانوت والقزبر، هذا ما كان لا فلفل الكحل لا العكري لا والو. هكا سينو قالت لي الكو تاعها يروح. هذا واش ديري فيها. وقالت لي حطي هاد الوصفه في عينيك. وقالت لي تقدري ديري مام العوله كي تروحي ديري نعطيكم السر باش تخبوها. قالت لي عقمي هذاك البلارات لازم يكونوا تاع سجاج، عقميهم ودخلي هاد الحار. قالت لي وديري زيت زيتون من الفوق. ها واش قالت لي تحبي ديري مام فلفل حار هكداك خضر ديريه من الفوق، وغطي بلاره وحطيها في كونجيلاتور. قالت لي في رمضان تجبديه كل يوم، تجبدي شويه باسكو على بالكم السليطه هذه ولا الحميص ماشي بالشبعه تاكليه كمقبله، يعني مر الماكله ديري الشربه وجواز وديري السليطه شويه ولا الحميص. فهمتوني؟ دمتم في رعايه الله ان شاء الله. استفدتوا من عندي كما استفدت انا من عند هذا الشيف، من هذا واسمو نقولها ميرسي بوكو. هيا شكرا، مع السلامه.